الوحدة ليست دائماً فراغاً، أحياناً تكون امتلاءً. هي اللحظة التي تتوقفين فيها عن الركض خلف الضوضاء وتجلسين وجهاً لوجه مع نفسك، فتكتشفين أنك لم تكوني بحاجة إلى أحد بقدر حاجتك إلى صمت صادق. أن تكوني لوحدك لا يعني أنك مهجورة، بل أنك بدأت تسمعين الصوت الذي كان يغرق وسط ضجيج الآخرين. إنها تلك المرحلة التي فيها تتعلمين كيف تكونين لنفسك وطناً، كيف تواسين ذاتك دون انتظار يد خارجية، وكيف تزرعين في داخلك دفء الأمان الذي كنت تبحثين عنه طويلاً. العزلة ليست انسحاباً من الحياة، بل عودة إليها من باب أعمق. هي مساحة شفاء تنظفين فيها قلبك من الازدحام، وتعيدين ترتيب مشاعرك، وتستمعين لهمسات روحك التي كانت تهمس لك طويلاً. أنا هنا، فقط استمعي. في العزلة تتقشرين من الزيف، من العلاقات التي أرهقتك، من الأدوار التي لبستيها لترضي الآخرين، فتبقين أنت، فقط أنت، ببساطتك، بعفويتك، بحقيقتك. ولا تقلقي، فالوحدة لا تدوم، لكنها تغيرك للأبد. ستخرجين منها أكثر وعياً، أكثر امتلاءً، أكثر قرباً من الله ومن نفسك. تعلمي أن تجلسي مع نفسك كما تجلسين مع صديقة تحبينها. اسأليها كيف حالها، ماذا تتمنى، وما الذي يؤلمها. امنحيها الإصغاء لا الحكم، فمن هناك، من تلك اللحظات الهادئة، يبدأ الشفاء، وتولد امرأة جديدة، امرأة لا تخاف الوحدة، لأنها وجدت في داخلها الرفيقة الحقيقية.